السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عندنا شيخ اسمه الشيخ سيد، الله يصبحه يا رب بألف خير لو عايش، وألف رحمة والنور عليه لو توفى. كان متجوز 2، وكان لما يجي عندنا الحسابات أقول له أهلا وسهلا يا شيخ سيد، إزيك وإزاي نسوانك. يا رب اصلح حاله وحال ولاده يا رب. فكان عرفني إسكار النوم، إسكار النوم. الكلام ده من سنوات طويلة أوي. فأنا هو قال وأنا كتبت، والكلام لما بيكون شفوي غير لما بيكون تحريري. فأنا لما كتبتها حفظتها وحفظتها لولادي، وحاليا بحفظها لأحفادي، وكل ده طبعا وهو بياخد معايا أجر. فقال لي ما تيجي تنامي على الجنب اليمين، وتحطي ايدك على خدك اليمين، وتقولي اللهم إني وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فارحمها، وإن تركتها فاحفظها كما حفظت عبادك الصالحين، إنك على كل شيء قدير. بسم الله ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك، رغبة ورهبة منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. وبعدها آية الكرسي، وبعدها الآيتين الأخر من سورة البقرة اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعدها سورة الملك. سورة الملك بتنجينا من عذاب القبر. أي كام آية كده فيها كأنك قريت السورة كلها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. كم آية حفظتيها كلها يبقى خير وبركة. حفظتي نصها، حفظتي أول صفحة، اللي ربنا يقدرك عليه أو اللي ربنا يقدرك عليه تحفظها وتحفظ ولادك. الأطفال التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. أنا عندي حفيدتي كتكوتة صغنطوطة كده، مع كل آية تقول لي آخرها آخر كلمة في الآية، لدرجة إن هي الله أكبر بتحفظ. فالتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. لما نقول لأولادنا، أنا كان عندي ابني وهو لسه صغير عنده حوالي 3 سنين، كان يقول لي يلا يا ماما نقرأ القرآن عشان نعرف ننام. أنا دلوقتي بقول لأحفادي عمكم كان بيقول لي كده، يلا يا ماما نقرأ القرآن عشان نعرف ننام. طبعا ولادي كلهم كبروا واتجوزوا وخلفوا، ودلوقتي بعلم أحفادي. يا رب عقبال ولادكم وأحفادكم، وربنا يصلح حالكم وحال ولادكم وحال أحفادكم. اللهم أمين يا رب. اللهم توفنا مسلمين وحكنا بالصالحين. اللهم توفنا وأنت راضي عنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.